رسالتي هنا لمدرسيني ولمدرس الانجليزي في الثانويه العامه اللي كان كل ما ادخل الفصل يقول لي اول ما تشوفني خد حاجتك على طول وانزل الحوش العب. كل ده عشان أنا في مره من المرات قلت له دي ما اسمهاش لايبراري. اكتفى بطردي وتهزيقي في كل حصه كان بيدخلها. انت لو كنت طالب بتدرس في جامعه دلوقتي ونفسك تدرس، او انت حتى حاليا مدرس انجليزي، انت محور الكون، انت الملك والرئيس والوزير، كله بيعدي من تحت ايدك، فانت فعلا محور الكون. رسالتي من الاخر بتتلخص في كلمتين: اذا احب الطالب المعلم احب ما يعلم المعلم. ارجع لاي ماده زمان كنت بتكرهها وافتكر المدرس بتاعها، تكتشف انت ليه كنت بتكرهها، وافتكر كنت بتحب مواد ايه وافتكر المدرس بتاعها، وهتعرف ايه سر حبك للماده. كن انت المدرس اللي كنت تتمناه لنفسك وانت صغير، حتى اذا كان المنهج كله مش صح. في العصر اللي احنا فيه دلوقتي تقدر تطور نفسك بضغطة زرار وتكون قاعد مع واحد اجنبي او واحد امريكي. ازاي هتعلم لغه قوم وانت لسه ما اتعاملتش معاهم وخبرتك كلها عنهم من كتب؟ لما يكون الشباب الغربي بيتكلم اكتر من لغه وهم لسه في المدرسه، واحنا بنتخرج من هنا ونروح ناخد كورس انجليزي، يبقى احنا كده عندنا مشكله كبيره. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.